تخيل كده تركب الطيارة وتسافر عادي، لكن انت ما تعرفش ان الرحلة هتستمر بيك لمدة 37 سنة. وده اللي حصل يوم 1 يوليو سنة 1955 لما اقلعت الرحلة 914 من مطار نيويورك متجهة الى ميامي. وكان على متن الطيارة 57 راكب وطاقم مكون من 4 افراد، والطقس كان طبيعي جدا ومفيش عواصف ولا في اي حاجة. وفجأة الطيارة اختفت من على شاشات الرادار وكأنها ما كانتش موجودة، والسلطات اعلنت حالة الطوارئ وبحثوا عنها في كل مكان، لكن ما لقوش اي اثر للطيارة ولا للركاب. والمفاجأة جت بعد 37 سنة في يوم عادي سنة 1992، والطيارة هبطت بشكل غير متوقع في مطار كاراكاس بفنزويلا. وبرج المراقبة كانوا مذهولين لما سمعوا قائد الطيارة بيقول لهم: نحن رحلة 914 القادمة من نيويورك إلى ميامي، أين نحن؟ والأغرب من ده كله إن الركاب والطاقم كانوا في نفس الحالة اللي اختفوا فيها، وما اتغيروش ولا حسوا بمرور الوقت. واول ما الركاب نزلوا الطياره اقلعت تاني واختفت من غير ما تسيب اي اثر. والقصه دي من اغرب الاساطير في عالم الطيران، وانتشرت في صحف كتير وعلى مواقع الانترنت. لكن القصه ظهرت لاول مره في مجله خياليه اسمها اسبوع العالم، والمجله دي مشهوره بنشر اخبار غير حقيقيه ومبالغ فيها.